السلام عليكم. هكلمكم النهاردة عن جريمة بشعة حصلت في منطقة النهضة في القاهرة. جار قتل جارته، ومش بس كده، ده بعد ما قتلها قطعها بالساطور ورمى أجزاء منها في القمامة واحتفظ براسها وباقي الأجزاء عنده جوه التلاجة. ولما النيابة وصلت له وقبضت عليه، المحكمة حكمت عليه بالمؤبد مش بالإعدام. طب ليه؟ وإيه أسباب الجريمة؟ ده اللي هنعرفه في حلقتنا النهاردة. بدأت القصة يوم 7 مايو سنة 2024 لما جه بلاغ للشرطة من عامل خردة اللي هو بيدور في القمامة بقى على الأزايز البلاستيك والكنزات والحاجات دي. بلغ الشرطة وقال أنا شفت واحد معاه شوال وجاي يتلفت حواليه بالليل ورمى الشوال في صندوق القمامة، وكل شوية يرجع تاني لصندوق القمامة ويبص عليه لحد ما ساب المنطقة ومشي. فعامل الخردة قال أكيد الشوال ده فيه حاجة مهمة، في حاجة قيمة يمكن يستفيد منها بحاجة. فقرب من الشوال، ولما فتح الشوال اتصدم باللي جواه، لقى أجزاء من جثة بني آدم موجودة جوه الشوال. بسرعة بلغ الشرطة، والشرطة لما وصلت للشوال وللجثة بدأت تشوف أي بلاغات تغيب، حد مبلغ عن حد متغيب، لحد ما وصلت لواحد اسمه أحمد بلغ عن غياب أخته سماح اللي معروفة باسم أم ناهد. عندها طفلة اسمها ناهد عندها 9 سنين. ولما الشرطة بدأت تحلل وتشوف DNA وصلت فعلا لأن بقايا أو أجزاء الجثة اللي كانت مرمية في القمامة دي تخص لسماح صبري المقيمة في منطقة النهضة. وبعد التحريات عرفوا ان في مشاكل ما بين ام ناهد وما بين جيرانها، وخصوصا واحد اسمه علاء. رجال المباحث لما راحوا له الشقة شموا ريحة غريبة، وخصوصا طالعه من التلاجة. فلما فتشوا ودخلوا جوه الشقه وفتحوا التلاجة اتصدموا من المنظر ان محتفظ براس ام ناهد او سماح صبري واجزاء من جثتها جوه التلاجة، فقبضوا عليه. تعالوا بقى نشوف علاء قال ايه واصل الحكايه كانت ايه. علاء لما اتقبض عليه قال ان ام ناهد او سماح مقيمه في العماره بتاعتهم، ودايما بتعمل مشاكل مع الجيران، ودايما تقول ان الشخص ده اتحرش بيا، الشخص ده سرقني. وعلاء كان بينه وبينها مشاكل لان كانت شقتها بتسرب ميه عليه، وكم مره كلمها وقال لها تصلح الماسوره لان شقته غرقانه بالميه، وهي ما كانتش بتهتم بكلامه وكانت عامله مشاكل مع الكل. لحد ما راحت له في مره شقته وبدات تقول له اشهد معايا عشان فلان بيعاكسني وفلان اتحرش بيا، وهو رفض. وبدات المشاده الكلاميه ما بينهم، والمشاده الكلاميه ادت ان هو بدا يخنقها وهي تصوت. فلما خنقها وكتم نفسها وماتت قال ان هو لازم يتخلص من الجثه، فبدا يقطعها لاجزاء بالساطور علشان يتخلص من الجثه. دي كانت اقوال علاء، لكن الحقيقة كانت غير كده خالص. ايه هي الحقيقة اللي قالها احمد اخو سماح او اخو ام ناهد؟ وعشان نفهم اللي حصل بالظبط هنرجع بالزمن لورا 9 سنين قبل يوم ارتكاب الجريمة، لما كانت سماح متجوزة لكن حصل خلافات بينها وبين جوزها فقررت الانفصال. فانفصلت عنه واخدت بنتها اللي هي ناهد وأجرت شقة في العمارة اللي حصلت فيها الجريمة، وكانت شقتها قريبة من اخواتها. احمد اخو سماح اللي بيحكي وبيقول ان العمارة اللي هي سكنت فيها اخته كلها قرايب او اخوات، كأنها عمارة زي عمارات الاهالي. فسماح لما والدها توفى قدرت انها تاخد ميراثها وتشتري الشقة اللي هي كانت مأجراها.
قبل الجريمة ب3 شهور بدأت يحصل خلافات بينها وبين الجيران، هم عايزين يشتروا منها الشقة ومش عايزين حد غريب يبقى ساكن في العمارة بتاعتهم، فبدأوا يضايقوها، بدأوا يقطعوا عنها سلك الدش بتاع التلفزيون، يقطعوا عنها المية الكهرباء، بدأوا يضايقوها في الرايحة والجاية وتلقيح كلام. لحد ما في يوم كانت خرجت تشتري حاجات بالليل، فاجتمع الجيران عليها وضربوها، ولما اتصلت باخوها احمد اللي كان شغال في النقل العام وجه ضربوه واخدوا منها التليفون، وراحوا عملوا محضر فيها وفي اخوها ان هم اللي تهجموا عليهم، ومرضوش ان هي تطلع لبنتها اللي كانت سايباها فوق. فسماح تاني يوم الصبح راحت على النيابة وعملت محضر لتمكينها من شقتها، وراحت لبنتها. في يوم بقى الواقعة حصلت مشادة كلامية، او ان هو علاء ده استدرجها لشقته وبدأ يتكلم معاها، حصل خلاف فبدأ ان هو يخنقها، ولما خنقها وتأكد انها ماتت جاب الساطور وبدأ يقطع في جثتها لأجزاء علشان يقدر يتخلص منها. فحط جزء من الجثة لما قطعها، قعد يقطع فيها من الساعة 10 الصبح ل 12 بالليل، حط جزء من اللي قطعه فيه شكارة واخدها على اقرب مقلب قمامة ورماه، وحط باقي الجثة في التلاجة عشان الريحة ما تطلعش، على اساس يقدر كل يوم يتخلص من جزء. طبعا اخو سماح احمد يوم الجريمة عدى عليها بعد ما خلص شغله في النقل العام عشان يطمن عليها. هو اتعود بقى من ساعة ما حصلت المشكلة بين أخته والجيران، كان كل يوم بعد ما يخلص شغله يروح لها عشان يطمن عليها. فاليوم ده راح لها فما لقاهاش في البيت، فسأل بنتها قالت له ده ماما نزلت تشتري شوية حاجات للبيت. المهم ان هو اطمن وروح بيته ونام شوية واتغدى، وبعدين بالليل رجع تاني لاخته عشان يطمن عليها. فلما رجع قالت له بنتها اللي هي ناهد ده ماما لسه ما رجعتش. فقعد بقى يسأل عليها هنا وهنا وعند القرايب وعند الاصحاب، ملهاش اي اثر. فراح عامل بلاغ تغيب، لحد ما الشرطة قدرت انها توصل للجثة عن طريق عامل الخردة، وتوصلوا فعلا لعلاء. ولما دخلوا شقته وشموا ريحة بشعة وخصوصا طالعة من التلاجة، ففتحوا لقوا باقي جثة ام ناهد موجودة في التلاجة. طبعا علاء كان مصر ان هو ما كانش ناوي يقتلها، ما كانش ناوي يقتلها. دايما في اقواله في النيابه وفي المحكمه قال انها مشاده كلاميه وادت وتطورت ان انا قتلتها وخنقتها بايديا. فده اللي خلى القاضي يحكم عليه بالمؤبد مش بالاعدام، ان هو كان مصر في جميع اقواله انه ما كانش عايز يقتلها، وده السبب اللي خلى المحكمة تحكم بالأشغال الشقة المؤبدة وليس الإعدام. فخلاصة القصة دي يا جماعة، هل الخلاف على شقة؟ يعني علاء ده لما شاف أم ناهد ست مطلقة بتجري على بنتها، والشقة اللي هي قاعدة فيها كانوا هم عايزين ياخدوها غصب عنها، ويا ريتهم عرضوا عليها مبلغ ان هي تقدر مثلا تاخد المبلغ ده وتشتري شقه بديله. لا، ده عرضوا عليها مبلغ بخس، يعني هي هتخسر شقتها وهتقعد في الشارع ببنتها. فما كانش في رحمه من الجيران، يعني هم الست عايشه كافيه خيرها شرها في شقتها وبتربي بنتها وبتشتغل وبتصرف على بنتها، وست مطلقه ملهاش سند ملهاش ظهر. يقوم الناس يجوا عليها وعايزين يطردوها من الشقه، ويا ريتهم هيدوها مبلغ تقدر تجيب بيه شقه تانيه. لا، ده كانت هتترمي ببنتها في الشارع. فقصة مأساوية جدا، قصة صعبة. فما عادش في نخوة وما عادش في رجولة، ما عادش في شهامة ان واحدة زي دي بدل ما الجيران تساعدها وتتكفل بيها وانهم يحتضنوها، لا، ده بيغلسوا عليها في الرايحة والجاية ويحاولوا يطفشوها ويفصلوا عنها المية ويفصلوا عنها الكهرباء. ليه؟ يعني عشان شقة. اهي الشقة راحت للورثة اللي هي بنتها واخوها. طيب علاء اللي قتل ام ناهد ده خد ايه؟ ولا خد اي حاجة، لا نابه شقة ولا نابه نفسه، خسر حياته كلها.
انا بحكي القصة علشان كلنا نستفيد ونعرف ايه اللي بيدور حوالينا، ونعرف ازاي نفكر، ازاي يبقى عندنا رأفة، ازاي يبقى عندنا احساس بالاخرين. يعني الاحساس بالاخرين، لو مش هتساعد حد حواليك خلاص ما تجيش عليه. مش هتساعد حد ما تجيش عليه، سيبه في حاله، ربنا يعينه على حاله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.